القديرة سيدات المسرح العربي، يعني بنرحب بسيادتك معانا وعايزاكي تكلميني عن المهرجان في نسخته السابعة. اهلا وسهلا. المهرجان طبعا متعارف عليه. دي الدورة السابعة، والدورة السابعة لما انتوا هتتفرجوا على اللي هيتقدم هتقدروا تحكموا عليه. لكن انا اذا كنت عايز اتكلم عنه وعن تفاصيل، احنا اتكلمنا جوه في اللقاء عن كل التفاصيل، فانا مش هعيدها تاني، يعني هتبقى حاجة مملة. حضرتك شايفة المهرجان ازاي بيوفر فرص يعني اطلاق ابداعات الشباب من خلال المسرح؟ هو فعلا زي ما انت بتقولي بيسري الحركة المسرحية بدم الشباب الجديد، وبيمرنهم وبيدخلهم ورش وبيعلمهم ويعبد لهم الطريق. استاذ سميحه، شايفه ازاي المهرجان هيقدم السنه دي جديد؟ شايفه في 35 دولة مشتركين، وفي يجي 20 مسرحية هتتقدم من بين المسرح ومسرح الشارع، يعني مجموعة المسرحيات تقريبا هتبقى 20. شايفه الوضع المسرحي ازاي حاليا، وخاصه بعد اتجاه المنتجين معظمهم للسينما والتلفزيون؟ ما هم متجهين للسينما والتلفزيون من زمان، ما هوش حاليا يعني. والوضع حاليا احنا مش بنتكلم في وضع المسرح، ده حاجة تانية. احنا بنتكلم عن مهرجان شرم الشيخ. بس في حاله توهج يعني اليومين دول في المسرح، شايفين دنيا سمير غانم داخل المسرح، جميل. معظم النجوم، جميل. التوهج دي ازاي؟ يعني شايفه، ما هو ده المفروض لازم يكون. ما فيش حد بيطلع النهارده ونقول ده توجه جديد، لا. المسرح مسرح والسينما سينما، والممثل بيشتغل هنا وهنا وتمام. يعني مش كل الممثلين هيبقوا في موسم واحد. يعني انت مندهش ان دنيا سمير غانم طلعت على المسرح، تندهش ليه؟ عادي، زي ما هي في التلفزيون، زي في المسرح، زي في السينما، دي شغلتها. ممكن ممثل يطلع يقول ما بعرفش امثل مسرح؟ من ده؟ يعني ممكن تحصل؟ ما حصلش لغايه دلوقتي.